امبارح وانا راجعة من الشغل غرزت سيارتي بالرمل، لاني كنت مضطرة اوقف على جنب الطريق منشان احكي تليفون. ما عرفت شو بدي اعمل، ما عرفت شلون اتصرف. اكثر السيارات اللي مرقوا شافوني واقفة ما حدا منهم وقف، لحد ما بالاخر اجا شاب مصري وقف وساعدني وحاول انه يشيل السيارة، بس للاسف ما كان معه المعدات المطلوبة لحتى يقدر يشيل السيارة. حمل حاله ومشي. انا فكرته رح يروح وما عاد يرجع، ورجعت لنفس المعاناة. شو بدي اعمل؟ شو بدي اسوي؟ ما بعرف شو اتصرف بهيك موقف. بعد نص ساعة من الانتظار بلاقي نفس الشاب المصري رجع لعندي وجايب المعدات المطلوبة وجايب سيارة اكبر لحتى يسحب لي سيارتي من الرمل. الرسالة اللي بدي اوصلها، هذا الشاب لا عرفت شو اسمه ولا هو سألني شو اسمك ولا من وين انتي، وما طق حنك ولا فات بأي مواضيع جانبية تانية مثل ما بيعملوا أغلب الشباب بس يلاقوا بنت بهيك وضع وانتي بتتعاملي معه بأسلوب هيك أخلاقي وإنساني مهذب. بصير الأخ بيروح باله لبعيد وبصير بده يعرف شو اسمك وانتي من وين وممكن اخذ رقم تليفونك. الشاب اللي ساعدني امبارح ما سألني شو اسمك ولا سألني انتي من وين ولا طلب رقم تليفوني، اجا ساعدني وراح ضيع من وقته وراح جاب السيارة وجاب المعدات ورجع اجا لعندي وشلي سيارتي من مكانها، وما عرفت لا شو اسمه ولا هو عرف شو اسمي. عن جد شكرا انه لسه في شباب مثلك. انا بتمنى هذا الفيديو يوصل لهذا الشاب اللي ما بعرف ولا شيء عنه غير انه ساعدني. شكرا لإنسانيتك، شكرا لأنك حدا نظيف بهيك زمن. بتمنى من كل الشباب المصريين اللي رح يشوفوا هذا الفيديو انه يعملوا له مشاركة، لانه بتمنى عن جد انه هذا الشاب يشوف هذا الفيديو ويعرف اني انا عم بتشكره، لانه في ناس مثله بهذا الزمن. انت انسان عظيم، انت حدا نظيف كتير.